السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل مع حضراتكم الأرنبيط المقلي، حاجة كده جميلة. أتمنى إن الفيديو يا حبايبي يعجبكم. قبل ما أبدأ الفيديو، اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير واشتراك في القناة. أول حاجة يا حبايبي بنجيب زهرة الأرنبيط كده، ونبدأ ان احنا نشيل العروق الخضرة بتاعتها دي. هنتكلم على الخطوات بتاعتها يا حبايبي في السلق، وازاي يبقى جميل معانا ويبقى مقرمش وناشف وحلو وما يشربش معانا زيت. اهم حاجة ان هو ما يشربش معانا زيت، عشان طبعا يبقى صحي معانا برضه. نضفنا الورق الاخضر بتاع الزهرة كده، هنبدأ نقطع كل قطعة لوحدها كده بالشكل ده. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذكروا الله واكثروا من ذكر الله، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. مفروض علينا يا حبايبي كل ما نكون بنعمل اي حاجة في البيت، في المطبخ، بنغسل مواعين، بنعمل اي حاجة، نذكر الله ونصلي على النبي. ذكر الله والصلاة على النبي والاذكار والحاجات ديت حلوة يعني، وبتفتح لنا الابواب المغلقة وبناخد فيها حسنات. ودايما اقول لحضراتكم صلوا على النبي واذكروا الله عشان ناخد حسنات وانتوا تاخدوا حسنات. هنبدأ يا حبايبي ان احنا ناخد قطعة قطعة كده ونقشرها بنفس الطريقة دي من فوق لتحت كده. القشرة ديت لو احنا سيبناها ما بتخليش العجينة تثبت عليها، لازم نشيل الجزئية دي يا حبايب قلبي. ننضفها كده علشان لما نغمسها في العجينة اللي احنا هنعملها تبقى شايلة كده وتبقى جميلة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عاملين إيه يا حبايبي؟ بتوحشوني والله من فيديو لفيديو. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. أهو يا حبايب قلبي، هنبدأ نخلص الكمية اللي معانا دي، نقشرها زي ما حضراتكم شايفين كده ونرجع لكم تاني. معانا دلوقتي يا حبايبي جينا لمرحلة السلق. هنجيب حلة فيها كمية مية مناسبة كده ونعصر فيها نص ليمون. بنعصر ليه الليمون دي؟ عشان احنا بنشتغل في الحلة الألمونيا عشان ما تزرقش معانا وكده. هنستنى عليها لما تغلي ونبدأ ننزل بالأرنبيط بتاعنا اللي احنا جهزناه في المية كده عشان ينسلق معانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا يا حبايبي هنتكلم على مرحلة السلق معانا. احنا بنسلقه نص سليق، ما بنخليهوش سليق كامل. ليه بنص سليق؟ عشان يكمل معانا في مرحلة القلية في الزيت. اهو نغطسه في قلب المية كده يا حبايبي. لازم المية يكون مغموس في المية كده والمية مغطياه. طبعا لازم نملح المية بتاعتنا. هنحط كمية من الملح كده علشان وهو بيتسلق يشرب من الملح، ما يبقاش عادب معانا، يبقى متحيق كده ويبقى مظبوط. بمعلقة التوابل كده، قيمة معلقتين اهو يا حبايب قلبي، عشان المية معانا تبقى مظبوطة. هنقلب طبعا كده علشان بس الملح يدوب معانا شوية. هنغطي على الحلة كده يا حبايبي ونسيبه لما يتسلق معانا. هنشوف دلوقتي جبنا صينية معانا، حطينا فيها قيمة 3-4 معالق زيت، وجبنا بصلة يا حبايب قلبي وسط، غسلناها ونضفناها كده. هنبدأ ان احنا نخرطها على ايدينا كده خرط ناعم. الخطوة بتاع البصل دي يا جماعة بتخلي لك العجينة اللي انت هتعمليها الخلطة تبقى ريحتها جميلة جدا. البصلة دي بالفص الثوم طبعا ما تستغنيش عنها، بتخلي العجينة الخلطة اللي انت هتعوصي فيها ال... الأرنبيط تبقى جميلة معاكي كده وتبقى ريحتها حلوة. هي بسيطة وسهلة هي يعني. معانا خرطنا البصل اهيت، هنبدأ ان احنا نقلب فيها عشان تدبل معانا وتاخد معانا لون.
اذكروا الله يا حبايب قلبي، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بدأت البصلة تدبل معانا. اللي بيخلينا البصلة تدبل أكتر إن انت تحط ايه شوية كده، قيمة نص معلقة من بتاعة التوابل الصغيرة دي ملح. الملح بيدبل البصلة معاكي بسرعة ويخليها تاخد لون معاكي، مفيش حتة تبقى حمرا وحتة يعني ايه كده، بيديها لون موحد برضه. تنينا كده مستمرين في التقليب علشان البصلة تستوي. دلوقتي الأرنبيط غلي معانا اهو يا حبايبي وبيتسلق معانا. نتابع مراحل التسوية بتاعته عشان ما يزيدش وينهري مننا، لأننا عايزينه يبقى ماسك نفسه كده عشان يكمل سوا في التحمير في الزيت. اهي يا حبايبي برهولكم ان هو كده. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. غطيت عليه وسبته كمان شوية يا حبايبي. لما لقيته لسه بعد ما البصلة بدأت تدبل معانا كده، هنحط قيمة فصين أو 3 توم مهروسين كده، ونخليهم برضو يتشوحوا مع البصل. فصين التوم دول برضو يا حبايبي بيخلي لك الخلطة بتاعتك جميلة جدا. طبعا الأرنبيط دي أكلة جميلة جدا وبناكلها من السنة للسنة، بس لازم نعود أولادنا إنهم ياكلوا كل حاجة طالعة من الأرض. الأرض دي خير الطبيعة كله، وأكيد في فوايد برضه. هنجيب سلقنا كده يا حبايب قلبي الأرنبيط بتاعنا ونشلناه. هنجيب بولة بقى كده عشان نعمل الخلطة فيها. البصلة هي يا حبايب قلبي خلينا لونها دهبي جميل كده، وخرطنا عليها المقطع ده انحذف مني، خرطنا عليها قرن فلفل أحمر كده صغير، بس هو بصراحة حراق. اللي مش عايز الأكل حراق يا جماعة يستغنى عن الخلطة دي. معانا 4 بيضات، نبدأ إن احنا نكسرهم كده على الخلطة بتاعتنا. اللهم تولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. هنحط ال4 بيضات كده يا حبايبي، ونبدأ إن احنا نقلب البصلة بالبيض بتاعنا ده. حطينا بيض يبقى لازم نحط فلفل عشان يمنع زفرة البيض. حطينا برضو شوية ملح. طبعا احنا بنحط التوابل كده بس هنظبط الملح في الآخر. معانا نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة ناشفة ناعمة. هنحط برضو يا حبايب قلبي قيمة معلقة خل عشان نقضي على الزفارة بتاعة البيض برضو مع الفلفل. كده نطمن ان العجينة بتاعتنا هتبقى ما فيش لها اي ريحة زفارة خالص. هنبدأ بالمضرب اليدوي بتاعنا كده نخلط المكونات بتاعتنا دي خلط جيد كده. معانا كوباية لبن حليب يا حبايبي. اللبن الحليب ما بيخلوش يشرب معاكي زيت. حبيبة قلبي اللي ما عندهاش لبن حليب، المية بتاعت السلق دي جميلة جدا لو انت برضو حطيتيها على البيض كده وقلبتيه. يعني يا لبن حليب متوفر عندك ماشي نعجن بيه. طب ما فيش لبن حليب يبقى مية السلق بتاعت الأرنبيط ما نرميهاش، دي بتبقى جميلة جدا وبتخليلك الأرنبيط بتاعك بعد ما بنقلي يبقى مقرمش كده ويبقى حلو. هنبدأ ان احنا نحط الدقيق بتاعنا، هنحط الكمية اللي احنا عايزينها يعني، ونبدأ نقلب. كل شوية بحط شوية دقيق لحد ما اظبط العجينة او اشوف الكمية اللي هتكفيني، يعني حاجة بالنظر كده. نقلب طبعا عشان ما يبقاش فيها تكتلات وتبقى مظبوطة معانا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يا حبايبي. بوريكم السمك ده التقل ده حلو كده يا جماعة، مش عايزينها تبقى تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. ما كانش عندي خضار يا جماعة، خضار المحشي ده كزبرة على شبت ديت متفرزة عندي في الفريزر. جبت شوية كده
وهنقلبهم. طبعا خضرة المحشي دي بتخلي العجينة بتاعتنا بالخلطة دي جميلة جدا. ما نستغناش عن الكزبرة بالشبت. حطينا شوية كده يا حبايبي، هنبدأ نقلبهم برضو. بسم الله ما شاء الله، كده بقت الخلطة بتاعتنا جميلة جدا. معانا البيكنج باودر يا حبايبي، ما نحطهوش الا وقت ما نيجي نقلي، نبقى حاطين الزيت والزيت يبقى قادح معانا. هنحط حاجة على طرف المعلقة كده، قيمة ربع المعلقة صغيرة من بتاعة الشاي بيكنج باودر، اللي هي خميرة الحلويات، او اللي هي الكربونات يا جماعة بتاع الطعمية، يا دي يا دي. معانا الأرنبيط بتاعنا اهو يا حبايبي. هنبدأ ننزل في العجينة كده، بس لازم نقلب البيكنج باودر أو الكربوناتو اللي هي بتاعة الطعمية، نقلبها جامد في العجينة قبل ما نقلي مباشر كده. ما نحطهاش يا جماعة في الأول مع الحاجة، لأ، ساعة ما نيجي نقلي نروح حاطينها. جبنا الزيت بتاعنا كده يا حبايبي كمية كده وقدحناه. هنبدأ إن احنا ننزل ندهن الأرنبيط بتاعنا كده وننزل بيه في الطاسة بتاعتنا عشان نقليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب يا حبايبي، صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، فالصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، والصلاة على الحبيب مسك وطيب، والصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل ما نكون بنعمل أي حاجة يا حبايبي نسبح ربنا ونذكر الله ونصلي على الحبيب، هنلاقي حياتنا اتبدلت 180 درجة. هتلاقي حياتك حاجة تانية بصراحة. هنبدأ يا حبايبي كده لما نلاقيه يلون معانا كده واخد لون من تحت كده، نبدأ ان احنا نقلبه. بسم الله ما شاء الله، شوف اللون يا جماعة. ما نستغناش يا حبايبي عن ربع المعلقة الصغيرة ديت من البيكنج باودر او الكربونات اللي هي بتاعة الطعمية، بتخلي لك الحاجة كده متفتحة وحلو، مش مكتومة. تانينا نقلب فيه كده على كل يمة. الفرافيت اللي بتبقى موجودة دي يا جماعة نحاول ان احنا نشيلها باستمرار عشان ما تتحرقش معانا في الزيت. دايما كده نخلي الزيت بتاعنا خالي من الحتت دي، القطع دي. تانينا نقلب بقى من اليمة دي لليمة دي لما يتظبط معانا كده يبقى لونه جميل كده ذهبي جميل زي ما حضراتكم شايفين. ايه رأيكم يا جماعة في اللون ده؟ حاجة تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبدأ ان احنا نشيله من الزيت اهو يا حبايبي. في اكلات كده يا جماعة ما بنعملهاش الا من السنة للسنة، زي الارنبيط، العدس. طبعا دي اكلات شتوية وبتبقى جميلة واكيد فيها فايدة طالما ربنا جعلها لنا طالعة من الارض، اكيد فيها فايدة برضو. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا كريم. المقطع ده اتكرر يا جماعة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. العجينة بتاعتنا دي يا جماعة كانت ريحتها جميلة جدا وكانت مظبوطة. أنا حطيت 4 بيضات يا جماعة عشان كان حجم البيض صغير. معاكي حجم البيض كبير حطي 3 كفاية أوي، يبقوا حلوين أوي. لأن طبعا زهرة الأرنبيط اللي احنا جايبينها، القرص اللي احنا جايبينه ده مش كبير. جايبة بقى قرص كبير وكده، حابة تزودي بقى تخليهم 4 5 كبار زي ما تحب. هو عامة البيض بيخليه جميل جدا، وبرضه ما بيبقاش زفر معانا لأننا حطينا له الفلفل ومعلقة الخل، ما فيهوش أي نسبة زفارة.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قولولي في الكومنتات يا حبايبي، الأرنبيط كده عاجبكم وبتعملوه زي ما أنا بعمله، ولا في خطوات غير اللي أنا بعملها؟ برضو احنا كلنا بنتعلم من بعض، اكتبولي برضو في الكومنتات. اللي وصل معايا لحد كده يا حبايبي ما ينساش يحط اللايك. حط اللايك يا حبايب قلبي عشان الفيديو يترفع، وشيروا الفيديو. ده الشكل النهائي يا حبايبي بعد ما خلصنا للأرنبيط بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شوفوا اللون يا جماعة تحفة وريحته جميلة جدا. أتمنى إنه يعجبكم النهاردة، واللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير. واللي أول مرة يشوف قناتي فضلا ليس أمرا يا حبايبي يعمل لي اشتراك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.